من كتر التفكير لقيت نفسي قدام باب بيتنا. ما حسيتش بالوقت إن كان مر بسرعة ولا ببطء، ولا عارف وصلت إزاي. المرة دي فتحت الباب وطلعت وأنا غرقان في التفكير. استقبلتني والدتي وشافتني في الحالة دي وكانت زعلانة، واقترحت آخد أجازة ونسافر سوا عند خالتي نغير جو. رفضت في الأول بالرغم من إني واخد أجازة بالفعل ومش طايق البيت، لكن مفيش حد تواصلت معاه الفترة دي إلا واتضر أو حصل معاه حاجة غريبة. آخرهم صاحبي الدكتور اللي مشي من عيادته واحد ما نعرفش عنه أي حاجة وساب ورقة مجهولة زيه. صحيح، هو صاحبي ليه ما عادش الكاميرات عشان يشوف ملامح الراجل ده ويعرف مين هو؟ فتحت اللابتوب عبال ما اغير هدومي يكون اشتغل، ومسكت تليفوني واتصلت بصاحبي. كان بيديني مشغول فجربت اكتر من مرة، لكن هو كنسل عليا ففهمت انه مشغول وقتها. بعت له رسالة على الموبايل وقلت له فيها ما تنساش تشوف الراجل اللي ساب لك الورقة في الكاميرات. رجعت لللابتوب واتفاجئت من رسالة لقيتها على الايميل. لقيت الراجل اللي كان بيقول ان فيديو الطيف حقيقي وانه مصوره بالموبايل بتاعه باعت لي رسالة، وبيقول لي انه ما عندوش مشكلة يقول لي تفاصيل اكتر زي ما طلبت منه، لكن هيكون في مأمورية اليومين في اسكندرية وهيرجع بعدها وممكن نتقابل. رديت على الرسالة بتاعته على طول ومن غير تردد إني هكون في اسكندرية برضه وممكن نتقابل هناك. شغفي إن أعرف أي معلومات عن الطيف كان غالبني، ورجعت لأمي وعرفتها إننا ممكن نسافر نغير جو، بالرغم إني ما كنتش موافق في الأول. ده خلى أمي تقلق عليا أكتر وسألتني إيه اللي غير رأيي. اعتذرت لها وقلت لها أنا آسف، أنا ساعات بتسرع وباخد قرارات غلط. سهرنا شوية يومها وقررنا نسافر تاني يوم بالقطر. حضرنا اللي محتاجينه عشان السفر واتحركنا بالقطر لخالتي في اسكندرية، أنا وأمي وأختي. لكن في القطر حصل حاجة. كنت باكل ساندوتش وبشرب كوباية شاي، اتخيلت بقط صغير بيتنطط بين الكراسي وكأنه بيلعب، لكن للأسف نط على إيدي وخلاني أسيب كوباية الشاي ووقعت واتكسرت. ساعتها قمت بسرعة وزعقت، مش عارف كنت بزعق من اللي حصل والمفاجأة ولا بزعق في القط، لكن اتفاجئت من اللي شفته. ما كانش قط صغير، ده قط كبير ولونه اسود، وتقريبا ده نفس الفصيلة بتاعت القط الاسود اللي كان في شارعنا. قط بالشكل ده صعب يتنسي. لما زعقت القط جري على اصحابه تقريبا، فمشيت وراه من باب الفضول اعرف مين اصحابه واقول لهم خلوا بالكم من شقاوته، لحد ما وقف القط تحت رجل راجل وقاعد قدامه ست وبيكلموا بعض. ولما قربت لاحظت حاجة أنا نفسي ما كنتش مصدقها ساعتها. صوتهم كان شبه صوت الراجل ومراته اللي كانوا بيتخانقوا على القط في بيت عم أيوب. أخدت نفس عميق وقربت أكتر منهم، وسمعت الراجل بيقول لها ما كانش له داعي نجيب الزفت ده معانا. ولاحظت الست اللي قدامه بتمد إيدها ومسكت القط فعلا وقربته منها. وسعت عيني أكتر باللي بشوفه وقربت منهم وسألتهم هو القط ده بتاعكم؟ بصلي الراجل وقال لي أيوة، عمل مع حضرتك حاجة؟ لا أبدا ما حصلش حاجة، بس هو شقي شوية. بص الراجل على مراته وقال هو دايما يجيب لنا الكلام. بعدها قال لي احنا اسفين. دردشت معاهم اكتر من دقيقتين واتأكدت ان هم دول اللي سمعتهم قبل كده بيتخانقوا عشان القط. اتأكدت من صوتهم وسألتهم ساكنين في اسكندرية ولا القاهرة؟ وردت الست عليا هي القاهرة الطاق، اسكندرية طبعا. صوتهم لسه بيرن في وداني لحد دلوقت. رجعت لمكاني ولقيت عامل النظافة بينظف مكان كوباية الشاي اللي اتكسرت. اعتذرت له واديته اللي فيه النصيب، وقعدت وانا بفكر. في حاجات غير قابلة للشرح ولا الحاجات اللي بتحصل دي مستحيل التورتايه اللي كانت على شكل شنطتي اللي اتقطعت من لهوجتي وانا بفتحها وانا خايف تيجي اليوم ما اتغيرش تقريبا من ساعه مين اللي ساب الورقه ومشي من صاحبي والناس اللي كانوا بيتخانقوا على اول شارعنا وطلعوا مش موجودين. ايه ممكن يكون
مستحيل كل ده يحصل بدون أسباب. حاولت أمي تهديني وتطيب خاطري وكأنها حاسة إني تعبان جدا نفسيا. أخدت نفسي ومسكت الموبايل وقلت لازم أكلم عم أيوب.